وسط جو عاصف، تحذيرات جهات كتير جدا من السيولة اللي هلاقيها على واحد من أطول وأخطر الطرق للسفر لمدينة في مصر. كان في هدنة لمدة 12 ساعة عشان نقدر نسافر لسيوة. صباح الفل يا جماعة، لوحدي على الطريق بتاع الساحل رايحين لسيوة، ونقول يا هادي وده سيت اب الموتوسيكل. حاجة حلوة النهاردة في الكوازاكي كونكورس، ده أول مرة أطلع بيه. هو في شنطتين جنب، وأنا حطيت هنا شنطة من كوكيس. الشنطة دي حاطط فيها كل لبسي وحاجتي، وفكرتها ان هي مضادة للمية وظريفة بصراحة. بعد كده تاخدها بره السكن بتاعك وترجع تحطها، اسهل من توب بوكس ووجع قلب. كوكيس دي نفس براند كده اشتريت منه بشنطة ألمونيوم. طالعين نجرب الكاوتشي السي اس تي اللي هو بنص سعره، وحاطين تيال وحاطين بطارية. الصراحة عاملين له صيانة كاملة بنص السعر، وطالعين نجرب الحاجات دي زي ما قلت لكم. مستنيين استاذ احمد عمر وبيومي علشان نتحرك. انا قلت اوريكم السيت اب. يا اهلا يا اهلا احمد. صباح الفل. صباح الجمال. ايه الشياكه الحلاوه دي؟ مروق ومظبط. المسافة المتوقعة المشوار النهاردة هو 650 كيلومتر. في ظهرنا على طول في عواصف وامطار احنا بنجري منها، وهنلاقي في طريق الرجوع العواصف دي لازم ندخل فيها. بوابة اسكندرية بتاعت الساحل، أول مرة ياخدوا مننا فلوس غريبة. طبعا يا جماعة وصلنا العلمين، أبراج العلمين الجميلة أهي، ولكن درجة الحرارة ساقعة. احنا بنتجمد. درجة الحرارة 8 يا جماعة. الكوازاكي كونكورس في حاجة حلوة وحاجة وحشة. الحاجة الحلوة ان هو مقارنة في استهلاك البنزين بالجولد وينج او كموتوسيكل بشكل عام موفر بصراحة. اللتر قاعد يمشيك 17 و18 كيلو، وده استهلاك اقل من لو ركبت 650 سي سي، مع انه 1400. بس ال 1400 بيبقى الموتور سهل عليه يحرك الموتوسيكل، خصوصا في ظروف هواء صعبة زي اللي احنا فيها النهارده. الجو هواء خالص خالص. دي اول نقطة. اللي مش حلو ان هو مقارنة بالجولد وينج كتورينج بايك هو مش عازلك. الموتوسيكل انا لسه فيه هوا قوي جدا حاسس بيه، ممكن يكون اصلا طالع في المايك. لا الهوا قوي بصراحة يا جماعة، وده مخليك سقعان شوية. فالجولد وينج في حتة تانية في الراحة، يعني في حتة تانية. الحلوة التانية اللي فيه انه الموتور بتاعه ماشي على 120 مرتاح، رغم ان الجولد وينج 6 سلندر، انما هو على السرعات العالية بيستهلك بنزين دباح، والار بي ام بيبقى عالي شوية، نتيجة ان هو طبعا ايه بوكسر انجن مش انلاين. يعني شكل الموتور بتاعه بيخلي ان هو على السرعات العالية ال 140 150 بيستهلك بنزين عالي جدا، وبيبقى نسبيا ايه صوت الموتور عالي شوية. فده حلو في المشي. لو في صيف يعني غالبا هيبقى ده خيار لطيف جدا. طبعا في نقطة اللي هي مش حلوة برضه ان هو مفيهوش مثبت سرعة بالنسبة لي كسفر، بس انا حاطط له مثبت سرعة ميكانيكي كده اللي هو يعني حتة البتاع دي. طبعا احنا قطعنا لحد دلوقتي حوالي 120 كيلو، لسه مسافة طويلة جدا. ماشيين على مهلنا عشان معانا احمد بالبي ام دبليو متعذب. سكوتر بي ام دبليو سي 600 اكس، علشان السكرينه بتاعته سكرينه رياضيه، فمش عازلاه من الهواء للاسف. يعني اقول لكم اسوأ حاجة دلوقتي معدي عليها هي فكرة ان مانيش لابس شراب طويل ومعيش جزمة سيفتي. وزي ما بقول لكم السيفتي اهم حاجة يريحك على السفر. بصوا هنا ده مهوي، فمع الطريق بيترفع، فالحته دي بتسقع. طبعا اي مكان في جسمك بيسقع الدم بيعدي بيجي لجسمك، فجسمك بيبذل طاقه اكتر في تسخين جسمك تاني. طبعا انا ما عملتش كده ان الجولد وينج كان متوقع ان هو كان بيحوش الهواء هنا، فهنا لا ما بيحوش الهواء قوي عن الرجل. فدي النقطه. ماشي. صحيح، في سؤال: ليه تقطع كل الطريق ده لسيوة وهي موجودة فين أصلا، وإيه أهم الحاجات اللي موجودة فيها؟ طيب اللي ما يعرفش سيوة، طبعا سيوة يا جماعة من أجمل الأماكن البكر الطبيعية اللي لسه جميلة في مصر يعني بشكل عام، وحلاوتها في البحيرات الطبيعية وبحيرات الملح
فطبعا هي بتقع على حدود ليبيا، يعني هي 50 كيلو من حدود ليبيا. واي حد بيفكر يروحها بموتوسيكل او عربيه، هي الفكره كلها ان هي من اسكندريه بتقطع حوالي 650 كيلو متر. الفكره ان في الطريق اللي احنا ان شاء الله خلاص داخلين عليه، اللي هو الوصله اللي هي من مرسى مطروح، لان احنا بنطلع الاول على مرسى مطروح وبعد كده نتوجه لسيوه. من مرسى مطروح لسيوه هو ده الطريق اللي بيبقى طريق رايح جاي على نفس الرود. يعني هيبقى في حبه تحديات اما نروح له، بس غالبا هقفل الكاميرا في نريح طبعا. ايوه يا عم، كده كده الهوا هيجي. عارف لو حطيت ايدك هنا مثلا مش هتحس بهوا، هي بتضرب الهوا بترميه كده. الكawasaki كونكو فيرسس 650 بتاع بيومي، ادفنشر بايك صغير. وانا معاك كawasaki كونكورس، وده البي ام دبليو سي 600 سبورت. احنا على الطريق دلوقتي بعد الضبعه. طيب فولنا 17 لتر. هنتوكل على الله على بعد الكمين ان شاء الله. احنا دلوقتي دي بوابات. اهلا اهلا. السكرينه فرقت. انا لقيتك جبت 140 قلت اوبا. ما قفلش قوي. اشوفكم بعد الكمين، لان الكمين هنا لازم نشيل الكاميرا ونرجع نحطها تاني بعدين. سلام. طيب دلوقتي دخلنا على طريق سيوة زي ما انتم شايفين، وهنا يكمن الطريق الصعب شوية بالنسبة للموتوسيكلات، لان بصراحة لازم عشان تتجاوز تعدي زي ما احنا شايفين كده في الحارة الشمال. الحارة الشمال ده يا جماعة ده مش طريق حارتين، لا ده هو رايح جاي. وكده كده النهارده في هوا جانبي مخلينا اصلا مايلين بدرجة يجي 20 درجة كده. هتلاقوا حتى الكاميرا مايلة شوية، وعشان نتجاوز اي عربية فلازم نهدي زي التريلا اللي قدامنا، مهديين مستنيينها ايه العربية اللي الناحية التانية جاية اهي تعدي. طبعا احنا لسه قدامنا حوالي 300 كيلو او 280 كيلو على سيوة، كلهم تقريبا على الطريق ده. ان الدنيا ساقعة واحنا دلوقتي جينا على الظهر، درجة الحرارة بقت احسن شوية، درجة الحرارة بقت 15. الناس اللي على الطريق بيقولوا لنا، يعني جوه العربيات مسافرين سيوة، يقولوا لنا يعني عاملين ايه في الساعة دي، احنا مش عارفين نفتح الازاز. وهنا يكمن عالم وعالم ما بين الناس اللي بتركب موتوسيكلات، اللي هي متعة الرحلة في طريق او في رحلة الوصول، وفي ناس تانية بيبقى حلاوة السفرية في الوصول، يعني الرحلة بتاعته الوصول مش حلوة. لسه في اماكن متكسرة زي ما انتم شايفين، طرق متكسرة كتير جدا، تفضل ماشي على المدى دي شوية، كل فين وفين كده بتمشي عليه. مش عارف ايه الحكمة في ان الطريق قبلها وبعدها بيبقى حلو، والاجزاء دي بس اللي ما تبقاش اتجددت. طبعا مع وجود رياح جانبيه قويه جدا، وان احمد ما كانش اخد على السكوتر اللي طالع بيه، وكمان الخوذه بتاعته كانت ضيقه شويه لانه بقى كتير ما لبسهاش، كنا بنضطر نقف كتير على الطريق كل 100 كيلو او 120 كيلو نريح شويه. تعال حبيبي تعال. في وسط الصحراء، في وسط يعني عايز اقول لكم الطريق في اخره بيبان بقى فيه ايه، انت لابس كويس ولا لا، انت موتوسيكلك تمام ولا لا، بعد ما تتعب بقى وتمشي. وبيبان موتوسيكل، بيبان الصحبة بعد ما تعدوا بحبة مشاق من مشاق الطريق، بيبان انتوا مستحملين بعض ولا لا. بيبان ايه الاخبار، كل ده بيبان. يلا ياض 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 ياض. طريق بقى ايه زي ما انتوا شايفين كده، في الاخر حبة حلو حبة حلو حبة وحش حبة وحش. عارفين الاغنية بتاعت حبة فوق حبة فوق اي حبة تحت حبة تحت. انت عارفين لما قلت اي دلوقتي مش عشان انا اترزعت، الموتوسيكل ما حسنيش بحاجة، انما صديقي اللي على الطريق
هو اللي اترزع. وسط النوير طبعا هنا مفيش شبكه، والحتت اللي فيها شبكه انا فودافون كاتبالي اورنج، فالظاهر هم عاملين ديل كده يا جماعه اللي يبقى عنده شبكه يسلف اخواته علشان حالات الطوارئ والحوادث والذي منه يتصلوا. الله 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 الله. المفروض بقى ان هم عاملين طريق هنا تاني، انا مش عارف ايه لازمته، بقالهم من سنه 21 بيحاولوا يعملوه، مش عارف. غالبا المدقات دي لو اتوبيس مش بيحس بيها، فغالبا لو انت رحت سيوه وانت راكب في اتوبيس مش هتحس بالبهدله دي شويه او بتفاصيل الطريق. وانا مش هخبي عليك انا مستمتع، انا مش ببص في ساعتي انا هوصل امتى يا عم، وقت ما اوصل. هو ده الفرق بقى ما بين انك تطلع تفسح بموتوسيكل وتطلع تفسح برحله باي حاجه تانية. وعلى قد ما الطريق كان ممتع ومشمس، ولكن الرجوع كان فيه كلام مختلف خالص، مناظر صعبة جدا وعاصفة وتجربة كانت قاسية. لو عملت سبسكرايب اكيد هيوصلك نوتيفيكيشن على الفيديو اللي فيه كل التحديات دي عشان اقولك عملنا ايه في رحلة الرجوع. الدنيا هنا ميغا ماشي بالليل هنا خطر جدا، وطبعا انت لو عطلت بسكوتر او موتوسيكل وفضلت لحد بالليل هيبقى الموضوع رخم شويه. اعمل حسابك بقى في الوقت انك تطلع بدري وتسيب وراح انك توصل بدري عشان لا قدر الله اي حاجه تحصل. طبعا الطرق دي لو الكاوتش بتاعك مش حلو غالبا ممكن يتقطع، خصوصا ان ساعات بتيجي حاجات زي دي فجأة فبتضطر تلبس فيه. بتقول لي انا بسافل ليه؟ شايفين اللوحة الفنية بالله عليكم؟ بالله عليكم شايفين الطريق مع السحاب؟ لوحة فنية، وده اللي انت مش هتعرف والله تشوفه غير في الموتوسيكلات. طريق يا جماعة سبحان الله في الاماكن اللي فيها خلو من الناس كتير ومعلهاش رجل كتير بتشوف فيها مناظر بتحس ان انت سبيشال، انك او يعني حاجه خاصه انك انت شفتها لوحدك. شايفين السحاب عامل رسمه انت راسمها. رجاله اتبهدلنا عشان يبقى باقي 10 كيلو. يعني يلا الحمد لله ان احنا قربنا خلاص مدخل سيوه، ندخل جوه. خدنا صوره هنا. حبيبي الحمد لله على السلامه. الراجل ده يا جماعه والله العظيم بطل، مش واخد على السكوتر، و يعني اول مره يطلع الخزام ضايقاه ومفيش سكرينه ووصل، والله العظيم بطل واكبر واحد فينا. ومفيش احلى بقى من دنجله في اخر 10 كيلو في وسط الجبال دي وانت ماشي بقى على الرايق. الحمد لله قربنا خلاص وصلنا يعتبر يعني. شكرا للطريق الممتع ده. لو انت تابعت الفيديو لحد هنا وما عملتناش لسه لا لايك ولا سبسكرايب والله عيب والله. معقول؟ الحمد لله على السلامة. سيوة ترحب بكم. طيب يا جماعة احنا نازلين دلوقتي نعمل حاجة غريبة قوي، او هم يعني الناس اللي معايا في الأوضة لسه واصلين. ايه هم دي؟ معرفش هم ايه هم دي؟ عايزين ينزلوا مية سخنة. طيب عايزين يروحوا مكان ينزلوا فيه ميه من العيون السخنه واحنا لسه جايين، وانا قلقان من البرد، الدنيا درجه الحراره ساقعه جدا. فبيومي طبعا هو يعني يعتبر نص سيوي. هو انزل الميه انزل، هنروح نشوف، انا هصورهم. لا انت هتنزل يا هيثم ونشوف هنا الناس بيجي يعملوا ايه في سيوه بالليل، بما ان ده كمالة فلوج مش مهم، ده في كواليس يعني. الاغرب بقى ان احنا اصلا هنركب تروسيكل هنروح بيه، يعني نطلع من السخنه نركب تروسيكل يجي لنا برد على طول. بص الراجل والله جاب لنا كراسي بلاستيك الله يبارك لهم. مش هتعرف. هيثم انت هتصور فيديو؟ هو اوريدي بيصور فيديو. هيثم انت هتصورني ولا صورتك؟ ايوه بيومي اهو. هو ومالك اوريدي خلاص. دلوقتي احنا ماشيين حرفيا في عز الظلام. بصوا يا جماعه احنا في عين فيها بخار بس مش كده، مش عارف هتشوفوه ولا لا، بس مش كده. عباره عن عين ميه سخنه متدفقه من بير 1000 يعني اول مره خالص لما رحت 1000 متر تحت الارض. وتاني مره
بص يا جماعه، بص يا جماعه، دي عين، شايفين البخار بتغلي، حبوا ينزلوا فيها وسط الساعه. شايفين البخار؟ ها شايفينه؟ دي عين بقى دائريه اهي، المفروض ان هم ينزلوا فيها. استنونا بقى الفلوج الجاي لانك هتشوفوا حاجات اول مره تعرفوها عن العيون دي.